السر اللي يعطي نتائج خرافية للشعر. يا بنات طبعا كله أعشاب طبيعية 100%، اللي هي أعشاب الخير الهندية. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في الموقع طول الوقت نفذت 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 نفذت، لأنه مسوين عليها عروض جبارة. شوفوا الحين جالسين نجهز كميات، ترى الكمية كبيرة يعني. شوفوا بس يمكن مو مبين معاكم في الفيديو، بس لا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله. هذه الأعشاب سحر للشعر. أبغى أوريكم بعد ما نخلص منها إيش نسوي فيها. طبعا بعد ما نخلص من هذه الكمية من الأعشاب، جزء يتعلب كذا جاهز، أعشاب اللي حابين ياخذون الأعشاب يخلطونها مع أي منتج عندهم. طبعا ما أحكي لكم عن السعر قديش خرافي، وكله منتج يعني طبيعي وأعشاب طبيعية. واللي يحبون يحطونه على الحنة المعجونة. طبعا الحنة المعجونة والله يا بنات كل ما نزلها في الموقع تنفذ، كل ما نزلها في الموقع تنفذ، يعني عليها طلب جبار صدقا. يعني ما أدري الناس كذا، لأنه الحنة معجونة بوسط زيتي، فتنزل من الشعر بسهولة، تعطي نعومة، حيوية، لمعان، كثافة، زبدة على الشعر. شفتوا أول ما تدخلين تحت الدش على طول تنزل من شعرك، الشعر بعدها يصير حرير ناعم حيوي. اللي ودهم برضو مسوين عليها عرض جدا قوي. طبعا الأعشاب المعجونة تاخذينها جاهزة، بس تضيفين عليها موية وتطبخينها على النار. لو حابة تضيفين عليها منقوع الأعشاب الهندية زي كذا، يعني تاخذين مثلا ملعقة صغيرة من الأعشاب وتطبخينها على النار، وتطلعين منها يعني تصفينها وتاخذين مويتها، أو تصبينها كلها على الحنة المعجونة، أو موية لوحدها عادية، أو بصل وثوم اللي انت ودك فيه. بنات لو مرة واحدة تجربون الحنة المعجونة من عندنا وتضيفون عليها بس موية حارة، لا تحطون أعشاب ولا شيء، ما راح أغلبكم يعني، عجيبة، النتيجة عجيبة.